مرمر متجوزة بقالها كام سنة، وجوزها اللي اسمه خالد مش عارف يوافقها. هو على قده في الموضوع ده، وهي ست طالبة الاستقرار والارتواء. مشكلة خالد إن الاستقرار ده بيحصل مرة واحدة في اليوم بالعافية، وكمان الموضوع بياخد معاه ثواني. مرمر كان نفسها في استقرار أكبر، حاجة بجد تحسسها إنها عايشة. الموضوع ده كان مخليها على طول في حالة قلق وتفكير. كانت بتشوف الاستقرار الكبير ده في خيالها، وكانت بتحلم بيه طول الوقت، وعلى طول تقول لنفسها الاستقرار الكبير هو اللي بيظبط الحياة بجد. في يوم من الأيام خالد نزل شغله، ومرمر قعدت في البيت مخنوقة. كانت حاسة إنها بتتقطع من جواها. قررت إنها مش هتفضل كده، وقالت لما جوزي ينزل أنا كمان هنزل أدور على استقرار كبير. هي شايفة إن ده حقها، وعايزة تعيش حياتها صح. كانت بتفكر في جوزها، وقالت لنفسها لو كان عنده مشكلة كان لازم يعالجها. أنا سكت كتير، بس خلاص فاض بيا. وفعلا أول ما جوزها نزل لبست أحلى حاجة عندها، العباية السودة بتاعتها، ونزلت. راحت قعدت في كافيه، مكان فيه ناس كتير، وقعدت تبص حواليها يمكن تلاقي حد مناسب. بس للأسف ما لقتش أي حد عجبها. رجعت وهي مخنوقة لحد ما وصلت العمارة. بواب العمارة اللي اسمه عادل شافها. قال لها يا مدام، عايزة أي حاجة؟ محتاجة مساعدة؟ هي بصت له وقالت حنفية الحمام بايظة، وعايزة سباك يجي يصلحها قبل ما جوزي يرجع. البواب قال لها لازم أشوفها الأول عشان أجيب لك حد مناسب ليها. هي قالت ماشي، اتفضل. طلعت معاه الشقة، فتحت بالمفتاح وقالت للبواب اتفضل شوفها. البواب دخل الحمام، وهي فتحت له الباب. بص على الحنفية وقال لها فعلا الحنفية دي محتاجة سباك، دي بتسرب مية. هي قالت له فعلا بتسرب. الغريبة إن الحنفية دي لو حد دخل قدامها المية هتغرقه. البواب قال لها عندك مفك؟ هي ردت عندي. ودته مفك. فضل يحاول يصلح فيها يمين وشمال، وقال لها يمكن المشكلة مش محتاجة سباك، أنا عندي فكرة عنها. هي قالت له عادي، حاول. فضل يحاول حوالي نص ساعة. مرمر كانت في المطبخ بتجهز له كوباية شاي تقيلة. طلعت ودتها له في الصالة، وقالت له لما تخلص اخرج اشربها. هو قال لها لا، أنا مش مستعجل. قالت له إزاي ده؟ انت تعبت، اشرب الشاي بعد ما تخلص. هو قال لها تمام. رجعت المطبخ تكمل تقطيع البطاطس، وقعدت حوالي 7 دقايق. وبعدين طلعت على الصالة، لقيت البواب واقف قدام باب الحمام، وكوباية الشاي زي ما هي. سألته إيه ده؟ ما شربتش الشاي ليه؟ قال لها مش شايفة شكلي؟ هي قالت مالك؟ شكلك إيه؟ بصت عليه تاني، ولقيت جلابيته كلها مية. هو رفع جلابيته عشان ينشفها. فجأة هي شافت إنه عنده استقرار كبير وعريض. اتصدمت. معقولة؟ هو ده اللي أنا بدور عليه؟ كانت حاسة إنها مش مصدقة عينيها. معقولة كل الخير ده موجود جنبي في نفس العمارة اللي أنا عايشة فيها؟ حست بالخنقة والندم. إزاي معرفتش ده من زمان؟ قالت له استنى بس، استنى. هو قال لها لأ، هروح أنشف هدومي بره الشقة. قالت له لأ، أنا هنشفها لك هنا، استنى بس. هو قال لها ما يصحش، أنا مش عايزة أتعبك. هي قالت له تعبك راحة، أنا هنشفها لك. هي قالت له اقلع الجلابية. هو قال لها إزاي؟ ما ينفعش. هي ردت اسمع الكلام أحسن ما أعمل لك مشكلة. هو خاف وسمع كلامها، وفعلا اقلع الجلابية. هي قربت منه عشان تشوف الاستقرار الكبير. كانت بتساعده وهي بتلعب في الجلابية، وكانت حاسة إن كل حاجة عنده واقفة على الآخر. انبهرت بالمنظر. قالت معقولة الحجم الكبير ده موجود جنبي وأنا معرفش عنه حاجة؟ البواب ده بيشتغل عندهم بقاله سنين، وهي متجوزة وعايشة في نفس العمارة.
بس عمرها ما كانت تعرف عنه أي حاجة. لولا الموقف ده ما كانتش هتعرف إن البواب عنده استقرار كبير. بعدها قالت له: بصراحة عندي مشكلة في أوضة النوم، الدولاب مكسور وفيه ضلفة ما بتقفلش، عايزاك تصلحها لي. هي كانت بتتحجج عشان يدخل أوضة النوم، وفي دماغها: أنا عايزاه يدخل جوه، وبعدها هعمل اللي ما يتعملش. وفعلا أول ما دخل أوضة النوم، هنا القصة بتخلص وبتسيبك تتخيل إيه اللي حصل بعد كده. القصة دي بتوضح قد إيه ممكن يكون في ناس حوالينا عايشين معانا في نفس المكان، وعندهم حاجات إحنا بندور عليها بس ما نعرفش عنهم حاجة. بتعلمنا إننا لازم نبص حوالينا كويس، يمكن نلاقي اللي بنحلم بيه في مكان مش متوقع. الحياة مليانة مفاجآت، ويمكن المفاجأة اللي بتدور عليها تكون تحت بارك. الأهم من ده كله إن القصة بتفكرنا إن التواصل بين الشريكين هو أساس أي علاقة، وإن الكلام عن المشاكل بيحلها، وبدل ما ندور على حلول بره ممكن نلاقيها في بيتنا. القصة دي مش بس حكاية عن واحدة بتدور على حاجة معينة، لأ، دي ليها مغزى أعمق. بتوضح قد إيه ممكن يكون في ناس حوالينا عندهم اللي إحنا محتاجينه وإحنا مش واخدين بالنا. يمكن الحل اللي بتتمناه موجود على بعد خطوات منك. الحياة مليانة مفاجآت، ويمكن المفاجأة اللي بتدور عليها تكون تحت برك. والأهم إن القصة بتفكرنا إن التواصل بين الشريكين هو أساس أي علاقة. لو مرمر كانت فتحت قلبها واتكلمت بصراحة مع جوزها خالد عن مشكلتها، كان ممكن يوصلوا الحل مع بعض. يمكن كانوا راحوا لدكتور، أو على الأقل كان فهم حالتها النفسية وبدأ يدور معاها على حل. لكن هي اختارت تسكت وتدور على حلول بره، وده كان ممكن يوصلها لطريق تاني خالص. في النهاية كلنا بندور على حاجة تكملنا وتخلينا نحس بالاستقرار، بس لازم نعرف إن البحر مش بره، البحر جوه بيتك.